السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. رباعية موجعة مؤلمة من كرواتيا في مرمى منتخب مصر، والهزيمة الأولى في عهد الكابتن حسام حسن. إنشاء مباراة ضعيفة طبعا من ناحية منتخب مصر. وأول تصريح لكابتن حسام حسن بعد الماتش، طبعا كان بيقول، أو كل اللي استفدت من التصريحات بتاعته يعني بيقول لك كان نفسي بس أفرح الجمهور. أنا ما فهمتش حاجة من التصريحات أكتر من كده يعني. وهسيبكم مع التعليق بتاعه بالتفصيل، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات بإذن الله. وما تنسوش بس تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو إن شاء الله. ضيوفك الكرام الكابتن حازم امام والكابتن عماد متعب، الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني. كابتن حسام، مش هقول لك هارد لك، نقول مبروك على نجاح هذه البطوله الكبيره. تلعب النهارده بطل العالم وصيف العالم، لاعيبه من نجوم كبيره، عندك غيابات كبيره، مش ببرر على الهزيمه ولا حاجه، لكن بقول مبروك على نجاح البطوله واصمامك على اتمام هذه البطوله. اولا الحمد لله على كل شيء، وبقول للجمهور المصري الحاجه العظيمه اللي كانت موجوده، اهم حاجه كانت النهارده موجوده. هو الجماهير اللي جت، كنت نفسي افرحهم يعني، وقلت للعيبه يعني عايزين نستفاد من البطوله قوي، لكن الاستفاده الاكبر ان احنا نرجع جماهيرنا تاني بعد الفترات اللي فاتت كانت في الناس ما كانتش راضيه شويه، كان اخفاقات. زي ما انا قلت، انا وافقت على البطوله دي للاستفاده الفنيه اللي هي دي يعتبر دي اهم استعداد لشهر 6 لبوركينا وغينيا، لان غير كده احنا ما كناش هنبقى في استعداد، ولا كنا هنشوف الايجابيات ولا هنشوف السلبيات. وارد جدا يعني لو عملنا نسبه الفوز، اكيد طبعا كانت في صالح كرواتيا قبل المباراه، لكن احنا كنا عايزين نعمل المفاجاه وحاولنا. ويمكن بعد الجون الاولاني لما جبناه كان ممكن في كره ثانيه في القائم كانت ممكن تيجي يعني تبقى تدينا شويه معنويا اعلى، لكن بطبيعه الحال انت بتلعب لعيبه متمرسه جدا، عندهم خبرات كبيره جدا. مش هقول كمان ان هو وصيف العالم وبطل يعني في كاس، يعني انا شايف ان انا استفدت كتير، لكن انا ما بحبش الهزيمه. واهم حاجه في اليوم النهارده، انا بشكر جمهور الشعب المصري الجميل العظيم اللي انا قلت للعيبه نفسنا ان نفرحهم، لكن الاستفاده استفاده كبيره جدا جدا جدا. ولو انا ما وافقتش على الاشتراك في البطوله في منتخبات قويه زي كرواتيا ونيوزيلندا وتونس، اعتقد ان احنا ما كناش يعني هتبقى في حاله يعني تبقى الموضوع غامض، ان انت لما تستعد للماتشين اللي جايين في شهر 6. دلوقتي حاجات كتير انا طلعت بيها، حاجات ايجابيه جدا وحاجات سلبيات، ولازم نعرف ان احنا في لعيبه مهمه جدا كانت ناقصه النهارده، على راسهم زيزو وامام عاشور الاصابه بتاعته، والشناوي محمد الشناوي. اعتقد ان وطبعا الناس اللي هي كانت المفروض ان يبقى متواجدين بعيد عن الاصابات وبعيد عن اي حاجه تاني، اعتقد ان وجود المجموعه دي كان هيبقى يفرقوا كتير في التجمع. ان شاء الله يكونوا سلام، امام عاشور يرجع وزيزو يرجع والناس دي والشناوي ويرجع ورمضان صبحي يكون متواجد. كل الناس دي اعتقد ان احنا يعني في 4-5 لعيبه اساسيين من ال 11 كانوا ليهم دور كبير، ولكن احنا اطمنا. وعلى فكره انا عملت التغييرات بغض النظر عن ان احنا نعوض او ما نعوضش، كان لازم اشوف المجموعه، عاطف والشامي وشريف وكوكا والراجل، وشايف كوكا ده من اصغر اللعيبه اللي موجوده، وحتى مصطفى شوبير كان ممكن في وقت من الاوقات مستقبل عشان يتعلم في الفترات اللي جايه ان شاء الله يكون موجود، لكن الاربع تجوان كانوا بيتمرنوا كويس قوي، كان اي حد ممكن يلعب، ووجود كمان محمد الشناوي في الفتره اللي جايه هيفرق كتير. لكن انا طلعت بحاجات كتير، كل اللي مزعلني بس يعني الجمهور، لا الجمهور بس كنت نفسي، هم عشمانين قوي، والملعب العظيم دون مع جمهور اعظم كنت نفسي افرحهم، لكن انا راضي على التجربه، ولازم الناس تحط في دماغها لو انا ما وافقتش على البطوله اشتراك في البطوله كان الموضوع الاستعداد كان هيبقى في خبر، يعني ما حدش هيعرف ايه اللي جاي، يعني كنا هنلعب الماتشين بتاع بوركينا وغينيا في ظروف غامضه، يعني مش فاهمين لسه ولا مين كويس ولا مين طالع ولا مين بديل، ولا الاصابات اللي حصلت مين يشتغل معاهم وبدلهم، الاسباب اللي انا قلتها. اخيرا كابتن، ماذا قال الكابتن حسام حسن لعيبته بعد هذه المباراه؟ بقول لهم ان احنا اتعلمنا زي اللي قلت لك بالظبط، الاستعدادات دي او البطوله دي استعداد كويس في شهر 6